مبدئيا كده النهارده 11/5/2017. تمام. نسمع المقدمة دي الأول. المقدمة دي من عمر خورشيد. تمام. المقدمة دي من عمر خورشيد اللي هي أصل الفن والزمن الفن الجميل. اسمع حتى الموسيقى هتلاقيها هادية وجميلة. سيبك بقى من العصر اللي هو بتاع بيس مان ده، خليك كول. سيبك، خلينا نتكلم كده مع بعض. الدنيا حلوة، استمتع بالموسيقى وبعد كده نتكلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم اليوم، مش هقول اسمي. انت ممكن تقول الواد ده جاي يهزر، او الواد ده جاي عايز يتصيط، او اي ممكن تقول اللي انت عايزه، بس اتمنى انك تسمع الفيديو للاخر. النهارده انا قررت ان انا اعمل الفيديو دون، او ممكن تشوفوا فيديو تاني وتالت ورابع وخامس، بس على حسب. تمام. انا النهارده هتكلم عن مشكله بتواجه الشعب المصري كله. مش هقول بقى في عصر السيسي او في عصر كذا او في عصر كذا، لا، هقول في العصر اللي احنا موجودين فيه، اللي هو عصر عدم الاخلاق. عدم الاخلاق في مصر. كان زمان السياحه ما كانتش بتيجي الاثار، لا، السياحه كانت بتيجي للشعب ذات نفسه. ازاي؟ الواد ده هبل ولا ايه ولا مجنون؟ لا، انا مش هبل. لو تيجي زمان كده تبص، او تعالى على الممثل اللي هو الامريكي اللي كان زار مصر بعد ميسي، اللي احنا عملنا له هيلمان كبير قوي. ميسي ده اللي انا اصلا ما بعترفش بيه كانسان، اللي هو بيشجع اليهود على ضرب فلسطين. ما علينا. المهم، هتيجي تبص تلاقي الممثل ده اول ما جه طلب من راجل مصري، يعني بالتقاليد القديمه واللبس القديم، العبايه والعمه وكل حاجه، طلب ان هو يصور معاه وتلح عليه كمان. مش الممثل ده بس، ده ميسي كمان نفس الحوار، اللي هو غفير المقبره او غفير الاهرامات. هو طلب انه يتصور معاه. يعني زمان كانت عادات وتقاليد، وكانوا بيقولوا عليها متخلف او بيئة او دقة قديمة. لما نرجع للافلام زمان هتقول البني ادم اللي عايش في الابيض والاسود ده. لا، انا مش عايش في الابيض والاسود، انا عايش في تقاليد مصر، اللي هو الشعب المصري. مش الساذج، لا، الشعب المصري اللي هو العطوف، اللي كان بيتمسك بعاداته وتقاليده. وكان احيانا لو حد بص لبنته كده كان بيصور، بصلها، مش عاكسها، لا، بصلها. يعني زمان لما كانت البنت تروح الكلية او تروح المدرسة او كذا او كذا، يعني بنت عادي، يعني ماشية في الشارع عادي، يقول لك ايه، الحق البنت دي حلوة حلوة، مش موزة بقى والكلام الهبل اللي احنا بنقوله ده. لا، البنت دي حلوة. إيه هو بيتك فين عشان اجي اتقدم؟ او العادات التقاليد، وكل الناس الكبيرة عارفة الكلام ده. يجي يقول لك ايه، لا يا عم، انا ماليش دعوه، انا راجل محترم، انا اكلم والدتي تروح تتقدم. ده التفكير القديم، التفكير الشرقي، التفكير اللي هو المصري، عادات وتقاليد. لكن دلوقتي صاحب، امشي، احسس. طبعا البنت هتقول الكلمات ده فاشل او عنده عقده او حاجات كتير، يعني في كلام كتير هيتقال عليا عامه. بس خلينا في موضوعنا احنا كشباب مع بعض، او لو في بنات حابه تتفرج. يعني انا مش هخرج عن النص. يعني بنات صاحب، تحسيس، ماشيه ماشي مش كويس، ساعتها تقول لك ايه، ده البوي فريند بتاعي.
يعني ايه البوي فريند بتاعك؟ يعني ايه مش حرام؟ يعني دينك بيقول لك ايه، حرام ولا مش حرام؟ تمام. سيبك من الحته دي كمان، يعني كونك انك تتباسي او تتحس عليك او الكلام ده او كذا او كذا او كذا الخ، او ممكن تضرب ورقه عرفي، حتى الورقه العرفي مبلوعه شويه، انا مش بشجع العنف، بس مبلوعه شويه في العصر اللي احنا فيه والزمن اللي احنا فيه. كنا ذكرنا كلمه السيسي في الاول. هنخلي الموضوع ده بعد الموضوع اللي هحكي لكم عليه. ان البنت تبقى لابسه الفيزون. طبعا الفيزون ده حاجه بنت كلبه قوي. تبقى لابسه الفيزون ماشيه وكانها مش لابسه حاجه، وايه تحسسك ان هي برنسيسه ماشيه. يا ماما روحي اتغطي، انت ماشيه عريانه. يعني ايه عريانه؟ انت ايه التخلف اللي انت فيه ده؟ تخلف؟ قال لها هو الاسلام بقى تخلف؟ الدين بتاعنا بقى تخلف؟ ازاي؟ تعالى نتكلم في حاجه ابسط من كده خالص. انا صاحب واعمل اللي انا عايزاه. يعني ايه حريه؟ يعني ايه حريه؟ يعني ايه حريه للبنت؟ يعني ايه حريه للبنت؟ الحريه بالنسبه لي للبنت رأي، تفكير، مشاركه ما بين الاثنين. وده اللي الاسلام قال عليه. مش مشاركه في العمل، لا، قال لك تذهب المراه للعمل ان لم تجد، او تساعد زوجها في لما يكون مثلا يعني مش قادر او عنده ظروف، لكن ما تطلعش مطلقا انا عايز اتساوى بالرجل. الرجال قوامون عن النساء. شيخ الازهر اللي هو انت بتقول عليه شيخ الازهر، اللي هو شيخ منصر اصلا، هيطلع ممكن مثلا يقول لك ايه، الواد ده سني، الواد ده شيوعي، الواد ده اخواني، الواد ده ارهابي. فاهم انت؟ المهم ان انا هلبس اي حاجه. يعني هقول لك على حاجه، انا عامه من سنه الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. تمام. انا لا شيعي ولا لابس خواتم ولا لابس دبل ولا لابس اي حاجه. كون ان انا ظاهر بقطي كده، الجو حر عن نفسي. طبعا الحريه بالنسبه لي لان مفيش اي غلط. مش هقول لك حريه، يعني انا مش شايف ان في غلط بالنسبه لللبس ده. يعني انا مش متعرج، يعني اعتبرني في البحر، اعتبرني ان انا نازل البحر عادي. تمام. لكن بالنسبه للبنت، هنيجي نتكلم نقول ايه؟ نيجي نقول عايز تتجوز، لا، بنتك مش هتتجوز بالطريقه اللي انت بتخليها تطلع بيها دي، او بالفكر اللي انت بتفكري فيه. لا، ده واحد صاحبك يمشي معاك يومين ياخد اللي هو عايزه. يعني طبعا مفيش جواز اصلا دلوقتي في مصر حاليا، لان مصر بتعتبر عشش. لما مصر تبقى عشش مبقاش في جواز. لان مبقاش في جواز مفيش اكل اصلا، لان لو في اكل ممكن تبني عشه وتتجوز، هتقدر تاكل. لكن دلوقتي لا جواز ولا اكل ولا شرب ولا شغل. تتجوز ازاي؟ فطبعا البنت بتعمل ايه؟ بتصاحب. طبعا لما بتصاحب عندها كبت، بتعمل ايه؟ بتفضل نفسها، اللي هو ايه يا حبيبي مش تيجي تطلبني؟ يا حبيبتي استني بس اكون نفسي. يا حبيبتي ما احنا حلوين كده مع بعض. يا حبيبي انا نفسي نبقى مع بعض على طول. طب يا حبيبتي انا عارف ان احنا نفسي نبقى مع بعض، وانا كمان والله مش مقصر، بس ظروف البلد ما تسمحش، استنى على شويه. طب ما تجيب بوسه دلوقتي مؤقتا. نعم، انا ما سمعتش كويس. هات بوسه، او بوسني، او اثبت لي ان انت بتحبني، اثبت لك ان انا بحبك. طيب في واحد صاحبي عنده شقه مفروشه، ممكن نروح نقعد هناك شويه. ايه رايك؟ تيجي البنت، انت بتقول ايه؟ انا اروح شقه مفروشه؟ لا طبعا، مكان عام. بتحب الفضايح هي اصلا. تروح مكان عام، تيجي في مكان. بس الموقف ده حصل قدامي، مش معايا، يعني حصل قدامي. يعني كنت يعني انا بحب الفضول شويه، فعادي يعني غصب عني لقيت الموقف بيحصل فاستمعت الموضوع. قلت لا، مكان عام، مكان عام. طيب بقول لك ايه، انا في واحد صاحبي فاتح كافيه، اهي نتقابل النهارده بالليل.
لا بالليل، بالليل ايه، لا ما ينفعش عشان بابا وماما ومحرجين عليا. لا البنت محترمه اهو، بابا وماما محرجين عليا، ما بتخرجش بالنهار بس. الدعارة بتفرق انا اسف، انا اسف بصراحه. يعني شغل اللي هي بتعمله ما ينفعش تعمل بالليل، بيتعمل بالنهار بس. فيجي بالليل، بيجي النهار طبعا الفيزيون مضايقة جامدة جدا، لأن بيجي من عندها رفع درجة حرارة الجنس. خلينا نتكلم بشكل واضح شوية. فطبعا البنت بتبقى مش هايجة، لا بتبقى عملية الجنس عندها منفعلة شوية. فطبعا بتحك في الولد، طبعا بترفع شهوة الشباب والكلام ده كله. فطبعا الواد ما بيصدق بقى، والشيطان بقى شغال. يا عم تاخد بوسه يا عم، طب ما تحط ايدك يا عم، طب ما تاخد حضني يا عم، طب ما كده يا عم، خلاص مش هيحصل اي حاجه. طب ازاي مش هيحصل اي حاجه؟ طب في ربنا شايفك؟ طيب يعني مش هيحصل حاجه ازاي؟ يا عم الحاج ما هو ربنا غفور رحيم. طيب ما انا عارف ان ربنا غفور رحيم يعني، ونعم بالله. انا انا بقسم من رحمه ربنا. انا كل بس عايز افهم، انت هتعمل الكلام ده قدام ربنا؟ وايه المشكله يعني؟ هو ربنا بيغفر. انا مش فاهم برضه وجهه نظرك يعني. انت دي مراتك، تمام، مثل صغير، دي مراتك وليله الدخله، واصحابك قال لك عايزين نتفرج ليله الدخله، هتفرجهم؟ مش عارف ازاي يعني. ايه اللي هو ازاي يعني؟ لو انت ليله الدخله اصحابك قالوا لك هنتفرج على ليله الدخله، وانت بتدخل، ايه عادي؟ تدخل قدامهم عادي؟ لا طبعا، مفيش راجل يقبل على نفسه الكلام ده. وعملت لي فيها بقى الشاب البتاع. طيب ماشي تعالى، طب ما ربنا موجود. انت بتخاف من البشر ما بتخافش من ربنا؟ سيبك من الحوار ده، تعالى بقى نكمل الحوار بتاع الشقه. طبعا البنت تروح بالليل، يعني من الساعه 5 لغايه الساعه 6، تقول لك ماما انا عندي درس، اصل المستر محرج علينا ان احنا نروح الساعه 6، نروح الساعه 5 لغايه الساعه 6، عشان بيدي المجموعه تانية ومش عارف ايه والكلام ده. وبيدي بس في الحصه الواحده 60 جنيه. ده مبلغ صغير طبعا من اللي هم بيطلبوه، 60 جنيه. والاب يقول لك بدي دروس وبدي مش عارف ايه، وفي الاخر بتطلع فاشله. 65%. نكمل موضوعنا. عشان الموضوع ده بصراحه حرقني من جوه. انا عامه استمعت، تمام. فالمهم بظروفها، يعني انا ما كنتش رايح، فبظروفها واحد صاحبي يكلمني يقول لي ايه، انا في الكافيه، انا رايح الكافيه الساعه 5، نتقابل هناك. قلت له يا عم انا ماليش شغل اصلا، انا احكي لكم حوار الشغل ده بعدين، بس ما حد يفكرني. يجي يقول لك ايه يا عم انت جاي الكافيه ولا مش جاي؟ جاي، انا اصلا مفيش شغل وانت عارف الدنيا بايظه. طب خلاص ماشي، مستنيك الساعه 5. خلاص ماشي، على الاقل نتفرج على ماتش الاهلي. طب تمام ماشي، ايه المشكله؟ رحنا الكافيه، لقيت المعلم قاعد والموز قاعده. انت عارف انا عملت ايه علشان بابا يخرجني؟ وانا قاعد بستمع والدنيا حلوه. قال لها انت عملت ايه؟ وكده قتلت اختك؟ قالت له لا مش للدرجه دي، وقعدوا يضحكوا ويهزروا وبتاع. انا قلت لها ان انا رايح درس وخدت منهم، يعني بابا اداني 60 جنيه عشان الدرس ومش عارف ايه. طبعا ده مش الرقم الصحيح، كان اسمها يعني مش هقول الاسم برضه. فالمهم خلص الموضوع. قعدوا خدوا رقم لوحدهم. طبعا الواد حاطط ايده وماسكها كده، تمام، وطبعا بقه تقريبا في بقها. تمام. اكمل بس الحوار، وبقه تقريبا في بقها. انا ببص، يا محمود، قال لي ده اللي هو بتاع الكافيه، يا باشمهندس. قلت له باشمهندس مين يا عم؟ شوف الهندسه ده اللي ماسك البيت، مش هينفع كده، احنا برضه لحم ودم.
قال لي طب ما تيجي نشارك معاه. محمود جه طبعا، قال له يا باشمهندس ما ينفعش الكلام اللي انت بتعمله ده، انا ده كافيه محترم مش عارف ايه. طبعا الواد اتحرج. قال له يا عم دي خطيبتي ومش خطيبتي وهنتجوز قريب وبتاع، وكاتبين كتاب ومش كاتبين كتاب. ومنين خطيبتك يا ابن العايزين انت، ومنين كاتبين كتاب؟ المهم خلص الحوار. جه بعد كده ماشي. طبعا يجي الولد محطوطة كده، يعني ماسكة الحتة دي من البنت، يعني ايه كده، فاهم انت؟ اللي هي كده يعني، بس هي من ورا يعني. مش عارف اجيبها لك ازاي يعني، معيش حد يساعدني ان انا اوريك الموقف اصلا جه ازاي. فطبعا الموضوع كان بالنسبة لي مش لطيف. واحنا ماشيين في يومها، تاني يوم، مش يوم، تاني يوم، الاقي لك بنت مش لابسه حاجه تحت خالص، تمام، تحت الجيبه كانت فضي كمان. على فكره الكلام ده حصل في المنصوره، محدش فكر في القاهره، لا القاهره بيحصل فيها بلاوي. خلينا في المنصوره دلوقتي، المنصوره اللي هي اصلا مدينه الجمال، واللي الناس بتقول عليها بلد الزحلقه والصابون واللبن، دي حاجه قديمه. خلينا في موضوعنا. المهم انا ايه السبب ان انا قاعد عاطل او مفيش شغل؟ انا اشتغلت في شركه قبل كده، فطبعا ما عجبنيش الحوار، كان في لبس من ناحيه المدير بتاعي، فسبت الشغل حتى طلبنا ارجع تاني. قصه طويله يعني، انا بحكيها لكم في حلقه تانيه ولا تحبوا تسمعوها؟ انا عامه ما عنديش مانع، انا فاضي. بس مشكلتي في الحياه بجد ان انا عايز بلد يكون بلد كويسه، عايز بلدي تبقى محترمه، عايز مصر دايما فوق، عايز مصر كل اللي يطلع منها اسمها مصريه. عايز لما نيجي نقول لك تصدير للخارج مش استيراد من الخارج. عايز لما نيجي بجد الشعب اللي يغير، مش الشعب اللي بيعمل كل حاجه، مش الحكومه. لو عايزين تغيروا حكومه بنغير حكومه، لو عايزين تحطوا قانون، الشعب اللي بيحط القانون مش الحكومه. الشعب اللي بيفرض على الحكومه انها تحط قانون. ابسط ما فيها. عايزين وزير امين، عند الحل ان احنا نجيب وزير امين وراجل محترم بيخاف على البلد. ايه هو الحل؟ اقول لك الحل في كلمتين: قانون للوزراء. ايه هو القانون؟ او احكام للوزراء. ايه هي الاحكام للوزراء؟ من رئاسه الجمهوريه طبعا، مش هنستنى دستور ومجلس الشعب والكلام ده كله، لا، من فوق تيجي هتنزل قانون. ايه هو القانون؟ لكل من يرغب انه يكون وزير او منصب وزير او يعرض عليه وزير كالاتي، احكام كالاتي. ايه هي؟ 1، اذا ثبت انك تستغل السلطة او مرتشي او استخدام نفوذك او التعامل او التلاعب في اوراق رسمية تضر بمصلحة البلد، تمام، ينص عليك القانون الاتي: خيانة عظمى للبلاد. ده مادة 1، خيانة عظمى للبلاد. مادة 2، استغلال نفوذك لأغراض غير شخصية وتخريب في أموال الشعب، تمام. والحكم كالآتي: مؤبد مدى الحياة، مصادرة جميع أمواله وممتلكاته من منشآت وأموال وكل ما هو من مال، تمام. تاني حاجة: مصادرة جميع أموال أولادك وزوجتك وكل ما يقترب منك من فترة مسوك الحكم أو انشغال منصب التي كنت فيه. يعني لو وزير داخلية اختلط بابن مثلا متجوز،
تمام؟ يعني القرار مش سهل. لو اثبت ان انت اتعاملت مع ابنك من يوم ما مسكت الوزاره لغايه ما سبتها، واثبت ان انت مختلس بتصادر اموالك واموال ابنك وكل اي واحد انت اتعاملت معاه، تمام، من يوم ما مسكت الوزاره، يبقى انت كده داخل الدايره، زيك زي الوزير بالظبط، تتحاسب زيه زيك. تمام؟ مصدر الجميع اموالك وحكم زيك، لان انت مشترك معاه بنفس الكريم، سواء رجل اعمال، سواء قرائب، سواء اصدقاء، اي حد اللي عايز يمسك منصب في الدوله يمشي عليه القرار ده من وزراء، واللي مش عاجبه نجيب وزراء من بره. مش عايزين تخدموا بلدكم نجيب وزراء من بره، وانا هجيب لك اكتر نسبه من الشباب على استعداد انها تمسك منصب زي ده وبكفاءه. لو ما عندكش نجيب ازاي؟ نجيب استشاريين، نجيبهم استشاريين. مش عايزين يجوا، نجيبهم استشاريين لقرارات، ونجيب ناس شباب نعلمهم. ايه المشكله؟ اتحلت القضيه. يبقى عندك وزراء شرفاء، يبقى عندك ناس شرفاء، ومش وزراء بس، ده كل ما يعمل في وظيفه حكوميه او وظيفه تشغل الراي العام او المنصب القيادي للدوله، زي مصالح الحكوميه، اي منشآت تفيد البلد، اي مؤسسات تفيد البلد. طبعا ده هيخليه ان هو يشتغل بضمير، طبعا هيخاف، طبعا كل ده هيخاف على اصحابه. ما كانش هيخاف على اصحابه، هيخاف على نفسه. ما كانش هيخاف على نفسه، هيخاف على ابنه. ما كانش هيخاف على ابنه، هيخاف على مراته. ما كانش هيخاف على كل دول هيخافوا منه، هيخافوا عليه، او هيخاف على نفسه. مجرد ان هو يعمل غلط هيتبلغ عنه، طبعا بتسقط العقوبه من عن ان اللي مبلغ عنه بعد فتره لا تقل عن حدوث الواقعة اللي هو ارتكبها، سواء اختلاس او كذا او كذا او كذا الى اخره. بعد حدوثها باسبوع مبلغتش يبقى انت شريك. هو ده القرار. عايز تغير الشعب هيغير من نفسه. كده انت ظبطت حكومه، ظبطت ناس. عايز تغير سلعه بقى، تظبط سلعه، اقتصاد، هتعمل ايه؟ هقول لك يا سيدي، في حاجه اسمها زمان، انا خدت في المدرسه زمان، عشان الحكومه تمسك السوق وتنزل سلعه باقل الاسعار. يعني مثلا عندك الحديد والصلب، ده المصنع الوحيد اللي في مصر. طب ليه ما الحكومه تعمل مصنع حديد والصلب ويتنزلوا باقل الاسعار؟ مثلا حديد الطن ب 10000، يبقى الحديد ب 3000 من الحكومه. بدل ما تبني مثلا 100 دور وحد يحتكر الحديد، لا، انت تخصص لك مثلا وليكن انت كام فرد؟ 4 افراد ب4 شقق، هتاخد على قد ال4 شقق حديد. اخدت زياده اختلاس او احتكار للسلعه، او ينص عليك قانون اللي هو احتكار السلعه. المفروض اصلا ان الدوله تكون عندها قانون لاحتكار السلعه لعقوبه من محتكر السلع. تمام؟ زائد ان انت هتظبط البلد من ارصفه، من مباني، من كذا من كذا. زائد ان في فكر جديد، ليه ما تستغلوش من الشباب؟ صاحب العربيه الخشب وناس تانية كتير، في افكار كتير جدا في مصر لو استغلناها هنبقى من احسن الدول في العالم. عندك ايه المفروض ان انت تستفاد بيه؟ عندك المساحه. لو انت عندك مشكله في المساحه، ممكن تبني مباني تحت الارض كمخازن، تعمل لها فتحات تهويه وتكييف ومثلجات والكلام اللي انت عايزه، او مستشفيات او مدارس او معامل تحاليل او محطات سكه حديد او قطارات. تفضل الدنيا فوق. الزباله
تعمل منها الغاز، المية تعمل منها الغاز، غاز الأكسجين. ايه تاني؟ محتاجين ايه تاني؟ رئيس اللي هيجي لما يلاقي الدولة كلها ماشية زي الألف هو هيمشي زي الألف. مفيش رئيس ما بيمشيش زي الألف. عايز ايه؟ عايز فلوس؟ هيعمل ايه بالفلوس؟ ساعتها هيعمل ايه بالفلوس؟ عشان يطلع بره في الدولة اللي هي متحضرة اللي هي نظيفة والكلام ده كله. طب ما دولته نظيفة، الناس نضاف، الشعب بقى نضيف، الدنيا فوق بقت هو عايش في البلد لوحده. مفيش حاجة اسمها اغتيالات من داخل البلد، كله من الخارج. مفيش شعب بيكره رئيسه، بالعكس الشعب لما يلاقي رئيسه ينزهه يشغله مجوزه مأكله مشربه مش هيبصوا له بالنظرة دي. ده ليه من نظرة مفهوم الضيق دي ما بنبصش للطاقة. مثلا واحد يجي لا ماسورة، لا انا ليه ابص كده؟ لا انا امسك الماسورة اقعد ابص. طب ليه بتضايقها عن نفسك؟ مفتوحة اهي. طبعا انت عمال بتقول لي بعمل كباري وبعمل منشآت وبعمل كذا وبعمل كذا. طب تعمل مصانع، ما المصانع اللي هتخليك تعمل ده كله، لكن الكباري عمرها ما هتخليك تعمل انت كذا. الكباري والحاجات اللي انت بتعملها مش هتخليك تعمل مصانع، لا بالعكس المصانع اللي هتخليك تعمل كل ده انك بتنتج. مش محتاج دولار، مش محتاج دولار، انت بتصنع كل حاجة. زي ما عبد الناصر كان بيقول زمان ان الوحدة العربية والتكافل العربي والصناعة لازم نكون عندنا مصانع وعندنا كذا وعندنا كذا. لكن الباشا السادات، انا بسميه الباشا بصراحة، الباشا اللي هو اكلنا بمعنى يعني طبق من ذهب مش من فضة، طبق من ذهب للامريكان واليهود. ان احنا لما فرحنا قوي لما قلنا سلام على اليهود. فرحنا قوي لما قلنا سلام. انت عارف يعني معنى ايه سلام مع اليهود؟ مش هقول لك لا مش ضد السلام، لا انا مع السلام، بس ضد الانفتاح اللي عمله، التورته اللي جهزت للسلام. ان يجي امريكان عندنا ياخدوا كل حاجه بفلوسهم اللي هم ما عرفوش اصلا ياخدوها بالحق، يقوموا ياخدوها بفلوس. وقال لك اللي مش هيختنى في عهدي مش هيختنى تاني. ليه؟ عشان انا ببيع يا اولاد، انا ببيع. اللي يلحق ياخد نصيبه او يعرف يسرق نصيبه يسرقه، لان بعد كده مش هيعرف ياكل وعارف اللي جاي ورا اوسخ. جابه عشان يمشي على نهجه، ولا عشان يمشي على نهجه قتل. واللي قتل عبد الناصر السادات، واللي شال محمد نجيب عبد الناصر، واللي شال الملك فاروق ضباط الاحرار. ايه؟ هي لعبة، والشاطر اللي يعرف يكسب. بس مين احسنهم؟ التاريخ بيقول ان عبد الناصر احسنهم، بس كلام الاخوان يقول لك نجيب ازاي؟ ده نجيب كان عميل لبريطانيا. لا يا عم، ده عبد الناصر اللي لبسه التهمه دي. ازاي يا عم؟ هو اللي قايل الكلام ده والله. طب ازاي احي عرايب. النهارده هنوصل لنهايه حلقتنا، واشوفكم ان شاء الله في يوم تاني وساعه تانيه.